المغربي. اعلان قائمة كاس العالم اللي كانت منتظرة لاسباب كتير، كان اهمها هل حمد الله موجود في القائمة ولا مش موجود. تم استدعاء حمد الله علشان يكون موجود في قائمة المنتخب المغربي ليقود هجوم المنتخب المغربي في كاس العالم. الحقيقة انه التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب بيكشف عن بعض الامور، والقائمة نفسها بتقول حاجة مهمة جدا جدا جدا، لانه الركراكي انتقد لغياب ماي، انتقد لاستدعاء حمد الله، لانه طبعا بعد الايقاف وبعد الكلام ده بعيد شويه عن الكوره، لكن محتاجين انه نوصل لنتيجه. لماذا فعل الركراكي هذا الامر؟ هل لمجرد عوده النجوم واثبات انه العهد الحالي مختلف عن عهد خليلوزيتش، ولا التشكيل بيقول حاجه ثانيه؟ طبعا سايس، نصير مزراوي، املاح وامرابط واوناحي في نص الملعب، زياش، عبد الرزاق حمد الله، وسفيان بوفال في خط الهجوم. التشكيل ده بيقول ايه؟ التشكيل ده بيقول ان انت عندك قوه هجوميه جباره موجوده على الطرفين، مزراوي واشرف حكيمي، لواحد موسيقار في نص الملعب زي سفيان مرابط، بوفال، حكيم زياش، حمد الله. ايوه، اللي هو معناه ايه؟ معناه ان منتخب المغرب غير مؤهل انه يدافع، غير مؤهل انه يقبل اللعب. انت اسلحتك الهجوميه جباره، والقوه الدفاعيه اللي موجوده عندك ابدا مش زي القوه الهجوميه، مستحيل. وبالتالي منتخب المغرب مش هيبقى حمل انه يوصل للمرمى ويضيع فرص. لما تلاعب منتخبات تقيله انت عايز اللي يخلص، وهنا يكمن سبب وجود حمد الله. مهما عملت المعدل التهديفي والتاثيري لحمد الله داخل منطقه الجزاء، مع كامل الاحترام والتقدير والمحبه للنصيري، لشتيره، ولو انه هداف مع باري، ايوب الكعبي، مع كامل الاحترام والتقدير لكل المهاجمين اللي كانوا موجودين مع منتخب المغرب وموجودين في القايمة، ده واحد مختلف، عنده مشاكل، التعامل معاه صعب، عنيف بعض الشيء في ردود أفعاله، وكل ده تمام. لكن حمد الله قيمة ثابتة لهجوم منتخب المغرب. الانصاري يبدأ هو يبدأ، ده موضوع تاني، لكن في الاستعانة بحمد الله الراجل عارف من أين تؤكل الكتف داخل منطقة الجزاء. مشاهد قمة الروعة للاعبي المنتخب المغربي بعد الإعلان، شأنه شأن البرازيل عن القايمة وفرحة اللعيبة كلهم بوجودهم. بالمناسبة المنتخب المغربي التشكيل اللي موجود على الورق اللي احنا عرضناه ده اللي موجود، وعنده على الدكة أسماء تانية برضه في الشق الهجومي. عنده أسماء كبيرة زي الزلزولي مثلا على الجناح، عنده واحد عظيم جدا 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 موجود مع المنتخب زي أمين حارس المتألق مع مارسيليا. عندهم أسماء قوية في الشق الهجومي تخلي المنتخب ده غير مؤهل انه يدافع بالشكل اللي الناس فاكراه، لكنه مؤهل جدا جدا انه يلعب كرة قدم ممتازة. ودي رد فعل جميع اللعيبة اللي تم استدعائها للمنتخب المغربي.